كل وحدة بها جزئين، بها الجروب الان جروب اللي هي السهلة والجروب. هسه نجي على الأولى المين ان جروب اللي هي الجزئية اللي نعرفها مجموع البيانات على عدد البيانات، اللي هي قانونها مجموع الإكس على ان، الان عدد البيانات والإكس مجموع البيانات. شلون أفرق بين الان جروب والجروب؟ يا أما هي تذيع يعني بالسؤال، يا أما عدد البيانات يعني 50 فوق أو مثلا 25 فوق فهي تعتبر جروب فئوية. زين، يعني فد معلومة إن تفيدنا. خلينا ناخذ لنا اكزامبل. مثل هذا نعطينا البلاد سيرام العشرة سابجكت اللي هي 245 262 292 إلى 252. بالنسبة للمين والميديان والمود، أول شغلة لازم شنو؟ ترتيب تصاعديا أو تنازليا. يعني نجي هنا نرتبهم نحسبهم وش قد 10، يعني هاي شنو؟ ان جروب، فاجي ارتبهم تصاعدي او تنازلي. 204 245 247 متشبير تنازل. الخطوة الثانية نطبق القانون اللي هو هذا، راح اجي اجمعهم 245 247. بس يمكن المين انه مرة التصاعد التنازلي رأسا نجمع. هو شوف الشرط لان هناك راح نستفاد منه بالمين بالجروب، فالبنات حتى لا يصير عندهم مشاكل 10 هم عددهم، راح يطلع الناتج النهائي مالتهم. ما راح اتعمق بالاجابه لان حتى كفي يعني البقيه، لان المهم هو من هو المين مال الجروب. هنا المشكله المين جروب في حال اعطتني جداول فسهل الامر علي، في حال اعطتني بيانات لا، لازم انا اسوي جداول، وهنا شوي مشكله تصير. زهراء صور الملزم افضل. هسه نعطيني هذولا ايش قد عدد البيشنت؟ 50، ف100